متصور ان في حاجه حابب اقراها لها علاقه بالتعبير. دي مارجريت اتوود صاحبتي قابلتها في فرنسا، وهي كاتبه من اهم الكتاب اللي في العالم وعلى قائمه نوبل طول الوقت، واخده اكثر من جائزه مهمه. وهي في الفتره الصغيره اللي هقراها دي كنت بنختم بيها بتتكلم عن فكره هو احنا ليه بنكتب. يعني هي لها اخت دكتوره، وكانت مامتها طول الوقت تقول لها يا بنتي ما اختك اهي محترمه دكتوره وشغاله شغلانه كويسه ومتجوزه راجل محترم وعندها بنت والحياه يعني ايه اللي انت قاعده ماسكالي انا كاتبه وقاعده لي تكتبي في كلام فاضي، ايه يعني ده يعني. وطبعا الموضوع ده كان مؤلمها جدا لغايه ما بقت مارجريت اتوود، وهي بتطرح هنا كل الاحتمالات الممكنه للكتابه. ايه اللي يخلي بني ادم يسيب الدنيا ويقعد يكتب؟ ايه اللي يخلي بني ادم يقعد يعمل عالم افتراضي زي ما هي قالت. ده اهم الحاجات اللي قريتها في الموضوع ده. عن أهمية الكتابة هي أن نكتب عن الماضي قبل أن يذهب للنسيان، أن ننقب عن الماضي لأنه قد غمره النسيان، حتى أشبع رغبتي في الانتقام لأنني أعلم أنه إن لم أكتب سأموت، حتى أضفي النظام على فوقه، حتى أبهج الآخرين، حتى أعلم الآخرين، حتى أسعد نفسي فحسب، حتى أكافئ الأخيار وأنتقم من الذين ضيقوا، أو العكس، حتى أعبر عن الأشياء التي لا يستطيع الآخرون أن يعبروا عنها، حتى أضع أسماء للأشياء التي لا اسم لها، حتى أدافع عن الإنسان، حتى أستهزئ بالموت، حتى أكسب نقودا أشتري بها أحذية لأولادي، حتى أكسب نقودا لأثبت لأمي أن أختي ليست أفضل مني، حتى ألقن الأوغاد الذين سخروا مني في حياتي درسا، لأن الإبداع شيء جميل، لأنني أكره فكرة العمل في وظيفة أستيقظ منها صباحا وأعود في الظهر، حتى أقول شيئا جديدا، حتى أبرر معنى لحياتي، حتى أحظى بحب امرأة جميلة، حتى أحظى بحب أي امرأة على الإطلاق، حتى أحظى بحب رجل وسيم، حتى أصلح عيوب طفولتي البائسة، حتى يفهم والداي أنني لم أفشل، حتى أصنع حكاية رائعة، حتى أسلي القارئ، حتى أسلي نفسي، حتى أمضي الوقت الذي لا أجد شيئا أفعله فيه لأنه مجرد ولع، حتى أتحدث نيابة عن الموتى، حتى أحادث الموتى الذين لا أستطيع أن أتحدث إليهم. أكتب لأي مبرر من المبررات السابقة، المهم أنني أكتب فحسب.